ابوي كوري هي قاعد هون، وامي فيتناميه برضه قاعده هون. ومولود بالسعوديه وعشت كل حياتي بالاردن. عم تسكر واو. بس بتعرفوا شو؟ كنت حابب اطلع ادرس بامريكا مع كل اصحابي اللي درسوا برا، بس صراحه ما كنتش عارف اذا اروح ولا لا، فما رحتش لانه خفت امريكا تقصفني عشان فيتنامي، او تشتري مني سيارات عشاني كوري، او تسرق مني بترول عشاني مولود بالسعوديه. بس الاشي الغريب انه انا بحكوا واو انه عن جد غريب واحد كوري وبيحكي عربي هيك، انه اتس نايس. الكوريه ما بيطيقوني ابدا، بيكرهوني. انه ايش هذا يعني شكله زينا بس مش زينا، ما بيحكي زينا ولا عملش زينا. بتعرفوا بالضبط زي ايش؟ لما حدا يعطيكم علبه شوكولاته ويطلع فيها خياره. انا اللي خياره. عسيرة الكوري حاب اقول لكم انه ابوي عبقري. اقول لكم ليش. في حد عزابي؟ any single people in the house? That's really sad. Actually no, I'm single too زيكم. My dad is a genius لانه كثير من اصحابي تجوزوا والجيزه اول شهر شهرين تمام، بعدين تكتر المسؤوليات والنكد وبيكتر الحكي اللي ما له طعمه. فابوي اخذ الموضوع من قصيرها. ابوي كوري تجوز وحده تحكيش لاخته، فتجوزوا هم الاثنين. بليله عرسهم كانوا طرش بالزفه literally. فايش كل التعامل بلغه الاشارات. وابوي ودانا انا واخواتي على مدارس عربيه، فطلعنا بنحكي عربي بس هو بيحكيش عربي. وبس نروح نطلب منه بابا مصاري اواعي I don't understand. كله بالاشارات. وعلى سيره لغه الاشارات حاب اقول لكم شغله، انه لغه الاشارات بالغرب غير عن لغه الاشارات عندنا هون بالعربي. يعني الي صديق فرنسي لما اشوف واحده حلوه بقول لي oh she's very beautiful. This means beautiful in sign language. فبتمر واحده قدامه بقول الاستاذ مش فاهم حرام، مش عارف هاي معناها استنى علي انا لو ارجيكي. فكنت عم بقرا كاريكاتير ابو محجوب. I don't know if you guys know it, it's amazing. what is this? Scissors. No, in the Arab culture this means يا اخوك سيجاره. Cigarette. And in the West, do you know what this is? Okay, perfect, amazing. لا بالعربي معناها راح اكسر وجهك. بس you know what? انسوا الغرب وانسوا العرب. بالهند لغة الإشارات غير. I went to Dubai Marina Walk. I wanted to valet my car. So I drive down the roundabout. There's an Indian guy standing there. فقلت له I want to park valet. So he says, I'm like, valet. He's like, I'm like, okay, it's probably full, so I'll just, go park myself. So I went and parked in China. Walked back. I passed this guy. But my friend, why are you not coming? I said, why not come? You told me the valet is full, no? He said, no, I told you I will take care of it. So I told him, بس تعرفوا عشان شكلي مش عربي وبحكي عربي بنحط بمواقف بايخة. كنت راجع بتاكسي من ابو ظبي لدبي، فراكب السيارة وطلع شوفير التاكسي عربي، فقعد يحكي معي عن مرته وحياته واولاده والعيشه بدبي وكل هالحكي، فتح لي قلبه. وصلنا دبي بعد ساعة، وصلنا دبي بلف علي بقول لي لو سمحت الأخ سوري؟ يخرب بيتك. قلت له لا أبدا، قلت له كوري. قال لي أنا شكيت يا كوري يا سوري.
I want to go back to sign language. Has anyone been to Dubai Mall? Yes. It's the biggest mall in the world. It's so big, it has its own highway. So you're driving on Sheikh Zayed Road, you take an exit to Dubai Mall, and it's parking 1, 2, 3. If you miss any of them, Dubai Al Ain Highway. It's so big that if you miss a turn, you go to another city. تعرفوا أنا حاسس maybe they're عم بيحاولوا يشجعوا السياحة بالعين. إنه مش قادر يروح على دبي مول بيكمل على العين. Or it's actually good for directions. one هو تعرف كيف نروح على العين؟ Okay. شيخ زايد رود دبي مول exit P4. أمي بتابع أخباري طبعا، بتعرف إن أنا بعمل كوميدي وبطلع على المسرح وهيك. بس مرات بتلخبط لأنه ما بتلحق مع كل الشغلات اللي بتصير. فمرة رحت على كونسرت نانسي عجرم وقدرت. في حد بيحب نانسي عجرم؟ لو طلبت تتجوزني ما بقولها لا. المهم قدرت اتصور معها وبعثت لها صورة لماما، قلت لها ماما هي أنا ونانسي. فشو حكت لكل العالم؟ تقول لهم هذا ابني على المسرح مع نانسي عامل دويت غنائي معها. لا بس مرة رحت على الكونسرت تبع نانسي عجرم، كنت واقف أول واحد وهي عم بتغني ما فيش حاجة تيجي كده اهدى حبيبي كده. طلع عليك يحكي عربي. فعم بتخيل لو كتبت الأغنية بعد ما شافتني بدها تغنيها للمايسترو، شو كان بتقول له؟ ما فيش حدا شكله كده بيحكي عربي كده وشعره واقف كمان. يا ابني اسمح لي فيلبيني طالع من عمان، ده بيحكي عربي بصي بصي بص انت متأكد يعني نص نص احسن منك ايوه قهوة نص تفلت دمه خفيف كمان. Dubai, you've been great. Thank you so much. One Ho Chong.